حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في ليالي الشتاء الجميلة اللي أنا بعشقها مفيش أجمل من القعدة في البيت واللمة كده قدام التلفزيون، ويبقى قدامك طبق مليان فطيرات سخنة لسه طالعة من الفرن مولعة نار وريحتها مالية البيت. طبعا يا جماعة في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها وارتفاع الأسعار اللي احنا كلنا بنشد شعرنا منه، لازم نفكر ألف مرة قبل ما نفكر نشتري حاجات زي دي من بره. أولا مش هتلاقي حاجة زي اللي انت عاملاها دي في البيت معمولة بره، غير انك مهما تدفعي فيها تحسي ان ما فيهاش بركة. لكن كيلو دي اللي انت بتخبزيه في البيت بمقام 2-3 كيلو من الحاجات دي لو فكرت تشتريها من بره، بأي حشوة موجودة عندك هتقدري تعملي فطاير شكلها جميل وطعمها لذيذ. مش عايزة اقول لكم الفطاير دي اول ما طلعت من الفرن وريحتها كده فحفحت من البيت كلنا هجمنا عليها، ومع كل قطمة كنا بنقول الله 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 يا سلام، كلنا وشبعنا وحمدنا ربنا من غير ما ندفع تكلفة كتير. مجرد انها طلعت من الفرن وقطعناها حسينا بجمال العجينة وجمال الحشوة. طب ما يلا نصلي على الرسول ونلحق نعملها على طول. مش هتصدقوا ان كل اللي محتاجينه شوية دقيق وملح وسكر وخميرة. معايا هنا كيلو دقيق منخول، هنزل عليه بمعلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة صغيرة توم باودر ومعلقة صغيرة بصل باودر ومعلقة صغيرة زعتر وشوية فلفل اسود، كل ده علشان بس اطعم العجينة. هقلب كل المكونات مع بعض قبل ما انزل بمعلقة كبيرة ملح. هقلب الملح في العجينة كويس ومش فاضل غير انزل ب6 معالق زيت، ويا سلام يا سلام لو شوية الزيت دول يكونوا زيت زيتون، ولو ما فيش يا ستي الجودة بالموجود، اي زيت موجود عندك، زيت ذرة، زيت عباد شمس، اي زيت موجود عندك. لمي بقى الدقيق وكل المكونات دي بشوية مية دافية، انزلي شوية شوية بالمية الدافية لحد ما تلاقي كده الدقيق اختفى والعجينة ابتدت تتلم والطبق بتاعك ابتدى ينضف. ملوش كمية مية معينة، يعني انزلي شوية شوية لحد ما تلاقي كده الطبق نضف والعجينة اتلمت. خدي بقى العجينة وانزلي بيها على الرخامة. العجينة في الأول بتبقى خشنة جدا، هفضل أعجن فيها، ولو حسيت ان انا ناشفة شوية شوية المية اديها لحد ما تتحول لعجينة ناعمة ما فيهاش خشونة، سطحها بيلمع بالشكل ده. هجيب الطبق بتاعي شوية زيت فيه واحط العجينة وابططها كده بايدي واغطيها واركنها على جنب لحد ما تخمر براحتها. وعلى ما العجينة تخمر براحتها قلت أحضر أول حشوة. مع ارتفاع الأسعار طبعا مش هحشي لا لحمة ولا فراخ، لقيت عندي بطاطستين 3 قلت أقشرهم وأعمل بيها حشوة كده على قد الإيد. بعد ما قشرت البطاطس غسلتها وقطعتها حلقات وهلمها واحطها في حلة في شوية مية على النار واديها سلق. وبعد ما البطاطس اتسلقت بالشكل ده نزلت عليها بشوية فلفل اسود، شوية كزبرة ناشفة، شوية شطة وشوية جبنة موتزاريلا، وطعميها بشوية توم باودر وبصل باودر، ولو عندك 2 توم فريش، وممكن تحطي عليه كمان شوية كزبرة خضراء. بالشكل ده هرستها بالشكل ده، يبقى دي أول حشوة عندي. وما شاء الله كانت العجينة خمرت. هبتدي أقطع العجينة الكور. الكيلو دي ده بعد ما عجنته هحاول أقطعه من 16 ل20 كورة علشان على حسب حجم الفطيرات اللي انت عايزاه، يعني مش اقل من 16 ومش اكتر من 20. قطعي الكور كده وديها شكل كروي مظبوط واركنيها على جنب لحد ما تخلصي كل التقطيع بالشكل ده. العجينة جميلة بتتقطع بكل سهولة ما بتتلزقش. وبعد ما اقطعها هسيبها كده 5 دقايق ترتاح شوية وتخمر شوية. هكون انا بقى حضرت الصينيه اللي انا هخبز فيها، مسحتها مسحه زيت ورشتها بشويه دقيق سميد عشان العجينه من تحت تبقى مقرمشه. خدي بقى الكوره بططيها، اعملي لها كده حروف وخرميها. بصي كده خدي بالك انا فردتها كده على شكل بيضاوي ومسكت الحروف كده وبرمتها وخليت الاطراف اتقابلت بقت مركب كده بالشكل ده، وبالشوكه هخرمها واحطها في الصينيه اللي انا دهنتها زيت ورشتها دقيق سميد. خدي بالك كده تاني، شايفين شكلها جميل ازاي؟ كمان مرة انا ببططها على شكل بيضاوي،
لو العجينة كبيرة معايا أنا ممكن كمان أحشي الأطراف، بدل ما أبرمها كده على الفاضي أنا هحشيها كمان جبنة موتزاريلا، بس طبعا دي هيزود التكلفة عليا، فأنا قلت أعمل 2 3 والباقي هبرمهم وهم فاضيين. وبعد ما ببرمها بخرمها بالشوك عشان ما تترفعش مني. بصي كده تاني، افردي كده بالنشابة، لو عايزاها توسعيها وتحشيها ما تطوليهاش قوي، احشيها كده جبنة موتزاريلا واقفلي عليها الحروف، وخلي اقفلي الاطراف كده مع بعض تبقى عامله كده زي المركب. وبعد ما تقفليها كويس بالشوكه خرميها وفي الصاج حطيها. العمليه بسيطه جدا والعجينه مرتاحه وبتشتغل معايا في كل سهوله. دي انا برمتها كده على طول، شايفين؟ يعني انك تبصي وانا بعملها احسن ما اتكلم. اهو بفردها والاطراف ببرمها، ولو عايزه احشيها بس زي ما قلت لك يعني كل حاجه بقت غاليه وده هيزود عليا التكلفه، فانا بس قلت كده اعمل 2 3 عشان احس بكده بالجبنه وهي بتتمط من الحروف بتاعتها، واخلي كده الاطراف تتقابل واقفلها واخرمها علشان ما تعلاش مني. ورصيت كل القوارب بتوعي في الصينيه اللي دهنتها زيت ورشيتها دقيق سميط. الدقيق السميط ده بيخلي القعر بتاعها مقرمش. عندي بقى صلصة بيتزا كنت عاملاها وشايلاها في الفريزر جاهزة، ريحتني طبعا كتير. كنت عملتها معاكم وهسيب لكم الرابط بتاعهم في صندوق الوصف. حطي كمية كده من صلصة البيتزا، وحطيت شوية جبنة موتزاريلا، وكان عندي شوية بسطرمة وزيتون وفلفل. قلت طبعا مفيش حد بيختلف على حشوة البسطرمة، قلت اعمل الاول شوية بالبسطرمة والزيتون والفلفل والبسطرمة وشوية زيتون بالشكل الجميل ده. يعني مش قادرة اقول لكم الالوان وشكلها وشكل يعني قطعة الفطيرات كده شكل جديد ولذيذ، حاجة كده تفتح النفس وتتاكل نية. وزعها كده بقطع من البسطرمة، ما بكترش طبعا زي ما قلنا كل حاجة دلوقتي بقت بحساب. وكمان هغطي الوش بشوية جبنة موتزاريلا كده، حاجة كده على ما أقسم تحسسني بس كده انها مليانة ومحشية كويس. وبقيت بقى الفطيرات برضو قلت اديهم كده مسحة صلصة بيتزا، ونزلت بقى بكمية البطاطس اللي انا سلقتها وهرستها كده مع شوية جبنة موتزاريلا وتوم وشوية بهارات. املي كده بخلطة البطاطس المهروسة دي، واملي كده بعض الفطيرات. بس انا متأكدة طبعا ان هم اكيد هيحبوا اللي هي بالبسطرمة اكتر اللي احنا متعودين عليها، بس لازم يتعودوا بقى ان الزمن اللي جاي غير الزمن اللي راح، ولازم يرضوا باي حاجة نعملها ويحمدوا ربنا ان احنا بنقدر نعمل لهم اصلا. كمان على البطاطس حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا، وكمان قلت بقى ازود كده جمال الفطيرات بمسحة بيض مع شوية لبن وشوية قهوة. مسحت كده الحروف بتاعة الفطيرات ونزلت بقى بشوية سمسم وشوية حبة البركة. زي ما قلت لكم أكتر من مرة أنا بعشق السمسم وحبة البركة في أي فطيرات، بيدوها طعم لذيذ جدا. وكمان عشان يعني أزود جمال شكل الفطيرات اللي بالبطاطس قلت أحط على الوش كده شوية كزبرة خضراء. ودي شكل الفطيرات الجميلة سواء اللي معمولة بالبطاطس والثوم أو اللي فيها بسطرمة وجبنة وزيتون. هسيبها تخمر كده نص ساعة والفرن مولع على أعلى درجة حرارة، وهدخلها الفرن لحد ما تاخد لون جميل وريحتها كده تملى البيت. وعلى ما أخلص الصينية دي قلت أكمل بقية العجينة بنفس الطريقة، شوية أحشي الحروف وشوية أسيبها من غير حشو. طبعا زي ما قلنا الظروف الاقتصادية بتخلينا نعمل حساباتنا ونظبط أي حاجة بنعملها على قد اللي موجود عندنا. وبعد ما كده برمنا كل العجينة اللي فاضلة حطينا برضو صلصة البيتزا. وما تنسوش صلصة البيتزا دي أنا هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، كانت جميلة جدا، جربوها هتعجبكم قوي. وبقى مليت بشوية جبنة موتزاريلا، شوية زيتون، شوية بسطرمة، أو شوية من خلطة البطاطس اللي عملتها بالثوم بالشكل الجميل ده. طبعا احنا جددنا بس في شكل الفطيرات، التجديد الشكل طبعا بيفرح العين وبيفتح النفس قبل ما ندوقها اصلا. فمجرد ان انت حتى تجددي شكل الفطيرات بيفتح النفس. ودي الفطيرات مسحناها برضو بالبيض ورشناها كده بالسمسم وحبة البركة بالشكل الجميل ده. كل الكمية اللي انا عملتها دي حوالي 20 فطيرة مليانة بالحشوة من كيلو دقيق بس.
لو حطيناهم على الميزان هيطلعوا أكتر من 3 كيلو. وصبرنا كده على الفطاير لما دخلت الفرن وريحتها ملت البيت، وكمان وصلت للون والشكل الجميل ده، سواء الفطاير اللي بالبطاطس والجبنة والثوم أو الفطاير اللي بالبسطرمة والزيتون. تقدر تحشيها أي حشوة موجودة عندك، وزي ما قلنا الجودة بالموجود. وأول ما الفطاير كده وصلت للون الجميل ده اتلمينا حواليها وهجمنا عليها، ومجرد ان احنا قطعناها وابتدينا ندوق، مع كل قطمة بقينا نقول الله 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 يا سلام. اتعشينا واتدفينا وحمدنا ربنا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعموني سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.